هي دي العيلة، أسرة سعيدة يفضلوا عايشين حياتهم كلها في سعادة. ابن بيسمع كلام أبوه، وأب عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. السلام عليكم. فيديو النهاردة هنشرح الكربوهيدرات وهنعرف ازاي بتيجي الأسئلة في النظام الجديد ونحل عليها أسئلة كتير قوي، وكمان هنلخص الكربوهيدرات في ملخص جميل كده سايبهولك في وصف الفيديو. أول حاجة الباب بتاعنا بيتقسم ل4 جزيئات. ال4 جزيئات دول هم اللي موجودين في الأكل اللي انت بتاكله، وال4 جزيئات دول هم اللي بيبنوا جسمك. الكربوهيدرات اللي هو أول درس، الليبيدات تاني درس، البروتينات تالت درس، الأحماض النووية. كده انت خلصت بابين. ال4 جزيئات دول في أي تعريف فيهم هنقول جزيئات بيولوجية كبيرة بوليمرات تتكون من جزيئات صغيرة مونيمرات. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ جزيئات بيولوجية يعني موجودة جوه جسمك، موجودة جوه جسم كائن حي. كلمة بايو يعني حياة، حتى بيولوجي يعني الأحياء اللي انت بتاخدها. فبيولوجية يعني موجودة جوه جسمك. كبيرة لأنها بتتكون من حاجات صغيرة كتير، زي ما انت شايف الحيطة ديت بتتكون من قوالب طوب كتير متلزقة مع بعضيها. فهي برضو البوليمرات اللي هي الجزيئات الكبيرة دي، الكربوهيدرات أو الليبيدات، بتتكون من حاجات صغيرة لازقة ببعضيها عشان تكون لك الحاجة الكبيرة دي. الحاجة الكبيرة دي بنسميها بوليمر. بقى نثبت التعريف ده بالأسئلة والصور على طول. تثبت معلومة بالأسئلة والصور. أول حاجة إن السكريات الأحادية دي بيسألك إن هي إيه، مونيمرات ولا بوليمرات؟ مونيمرات. المونو الحاجة الصغيرة هي السكر الأحادي المونو، أما الكربوهيدرات هي الجزيء الكبير الوحش بتاعنا اللي هو البوليمر، الجزيء الكبير بيتكون من مونيمر اللي هو السكر الأحادي. يبقى الكربوهيدرات هي جزيئات بيولوجية كبيرة بوليمرات، أما الجزيئات البيولوجية الصغيرة المونيمرات هي السكريات الأحادية. يبقى الخلاصة في التعريف ده إنك تعرف إن الكربوهيدرات بوليمر بيتكون من مونيمر اللي هو السكر الأحادي. يعني المخطط ده مثلا لو جات لك الصورة دي، الحاجة الكبيرة دي هي الكربوهيدرات، هي البوليمر، اما الحاجات الصغيرة اللي بتتكون منها هي المونيمر اللي هو السكر الأحادي. احنا كده ظبطنا التعريف. الكربوهيدرات سكريات بسيطة لما سكريات معقدة. السكريات البسيطة اللي ما بتتكونش من حاجات كتير. حاجة بسيطة يعني ما بتتكونش من حاجات كتير، من حاجة واحدة أو اتنين يعني. السكريات المعقدة من أكتر من اتنين، أو بنسميها العديدة لأنها بتتكون من العديد من الأشياء، من العديد من السكريات. أول حاجة السكريات الأحادية لهم 4 أنواع: جلوكوز، فركتوز، ريبوز، جلاكتوز. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أول حاجة سكر الجلوكوز، ده سكر العنبي، سكر لقيناه في العنب فسميناه سكر الجلوكوز. أصلا كلمة جلوك يعني عنب أصلا، وأوز يعني سكر، فتلاقي كلهم فيهم أوز، فركتوز، ريبوز، جلاكتوز، لأنهم كلهم سكريات. وكلمة أوز يعني الواو والزين دي معناها سكر. سكر الفركتوز السكر اللي موجود في الفاكهة، سكر الفركتوز في الفاكهة. طب انا ممكن انسى ان الفركتوز في الفاكهه، افتكر الفه مع الفه، فاكهه فركتوز، فركتوز فاكهه، الفه مع الفه، فركتوز فاكهه. اما الريبوز موجود في الار ان اي والدي ان اي. ايه الار ان اي والدي ان اي؟ الار ان اي والدي ان اي هتاخد في الدرس الرابع انك في احماض موجوده جوه النواه. في عندنا حاجه اسمها الخليه دي موجوده في قلبها النواه، والنواه دي في قلبها احماض زي الدي ان اي والار ان اي. هم اللي شايل الدي ان اي، ده اللي شايل الصفات بتاعتك. واخوه بقى الار ان اي. الار ان اي بيخش في تركيبه سكر الريبوز. احفظها دلوقتي، مالكش دعوه بالكلام اللي انا قلته ده. انت ليك تعرف دلوقتي ان الريبوز في الار ان اي. خد الره، لو هتنساها خد الره مع الار. الريبوز في الار ان اي، الفركتوز في الفاكهه، الجلوكوز في العنب. سكر الجلاكتوز بيدخل في تركيب سكر اللبن. يعني ايه سكر اللبن؟ سكر اللبن ده هو سكر ثنائي اللي هو سكر اللاكتوز. سكر اللاكتوز دي من ضمن السكريات الثنائيه، يعني بيكون من حاجتين، من 2 سكر احادي اللي هم الجلوكوز والجالاكتوز. الجلوكوز اللي هو لسه سكر احادي لسه قايلينه اللي هو في العنب، والجالاكتوز فالجالاكتوز بيخش في تكوين سكر اللاكتوز. يبقى سكر اللاكتوز يدخل في تكوين سكر اللبن. طب انا ممكن انسى ان الجلاكتوز واللاكتوز بيخشوا في تركيب سكر اللبن. انت لو خدت بالك من حاجة، الجلاكتوز واللاكتوز فيهم كلمة لام والف، لام والف، فكلمة لأ. فانت لما الطفل يحب تقول له اشرب اللبن، اشرب كوباية اللبن دي، يقول لك لأ، فافتكر السكريات اللي في اللبن هم لأ. لأ اللي هو اللاكتوز والجالاكتوز. يبقى سكر الجلاكتوز يدخل في تركيب سكر اللبن. يبقى في اللبن نلاقي سكر اللاكتوز، اللاكتوز ده في قلبيه جلاكتوز اللي هو السكر الأحادي.
طب عاوزين نجمع السكريات دي في جملة ما ننساهاش. خد اول حرف من كل سكر. الجلوكوز خد منه الجيم، الجلاكتوز خد منه الجيم، الفركتوز خد منه الف، الريبوز خد منه الر. يبقى 2 جيم زائد فر، 2 جيم فرو، 2 جيم هربو فرو هو السكريات الأحادية. الجيم الأولى جلوكوز، الجيم التانية جلاكتوز، الف فركتوز، الره ريبوز. إن شاء الله مش هتنساهم. الجلوكوز سكر العنب، الفركتوز سكر الفاكهة، ريبوز في الار ان اي، جلاكتوز في سكر اللبن. يبقى اللي موجود في العنب ده سكر الجلوكوز، اللي موجود في الفاكهة دي الفركتوز، اللي موجود في كوباية اللبن دي هو اللاكتوز اللي في قلبيه الجلاكتوز. اللاكتوز اللي هو السكر الثنائي اللي في قلبيه الجلاكتوز. الجلاكتوز يدخل في تركيب سكر اللبن. نثبت المعلومات ازاي؟ بأسئلة على طول. اللي بيدخل في تركيب الار ان ايه هو سكر الريبوز، قلت لك خد الار مع الار ان ايه ريبوز. اما اللي موجود في الحليب هم السكريات اللي اسمها لا، اللي فيها لا، اللي هم الجلاكتوز واللاكتوز. ما قدامكش في الاختيار سكر فيه لا الا الجلاكتوز. اللي في الفاكهة خد الفه مع الفه، الفاكهة فركتوز، خد الفه مع الفه، الفاكهة فركتوز. سكر يوجد في العنب هو سكر الجلوكوز، سكر في العنب الجلوكوز. يبقى في الار ان ايه اللي بيخش فيه الريبوز، اللي في الحليب اللا الجلاكتوز، الفواكه الفه مع الفه فركتوز، اللي في العنب الجلوكوز. خلصنا السكريات الأحادية. 2 جيم وفر، جلوكوز جلاكتوز فركتوز ريبوز. خلصت السكريات الأحادية.